بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلا بكم أصحابي تلاميذ الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي المنهج المصري. النهاردة إن شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن علامات الإعراب. إيه هي علامات الإعراب يا مومة؟ عندي 3 أنواع من علامات الإعراب: الرفع، النصب، الجر. الجزم لسه شوية علينا فيه. طيب تمام. النهارده هنتكلم على علامة الإعراب الرفع. مين اللي بيرفع؟ مين هما اللي بيترفعوا؟ اللي بيترفعوا المبتدأ طبعا، والخبر، والفاعل، واسم كان، وخبر إن. طيب أنا عندي 3 علامات أساسية من علامات الرفع، اللي هي إيه؟ الضمة والألف والواو. مين اللي بيترفع بالضمة؟ برافو، قول ما تخافش، احنا اتفقنا. هنقول صح هنسقف قوي، هنقول غلط هنصحح، والدنيا سهلة ان شاء الله. اللي بيترفع بالضمة برافو عليك المفرد. مين تاني؟ جمع التكسير، جمع المؤنث السالم. يبقى المفرد، وفي 2 بيتعاملوا معاملة المفرد اللي هما مين؟ جمع التكسير وجمع المؤنث السالم. تعالوا نجيب مثال. نقول مثلا ايه؟ الكتاب قيم، ده مفرد. نعرب نقول الكتاب مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة لأنه مفرد. مفيد خبر المبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة. تمام. طيب نقول الحدائق واسعة. الحدائق مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة لأنه مفرد. واسعة خبر المبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة لأنه مفرد. طيب الطبيبات رحيمات، جمع مؤنث سالم. نقول الطبيبات مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة لأنه جمع مؤنث سالم. مالهم الطبيبات؟ رحمات، يبقى خبر مرفوع علامة رفع الضمة لأنه جمع مؤنث سالم. نيجي لتاني علامة وهي الألف. الألف اللي بيرفع مين؟ بيرفع المثنى فقط. تمام. نقول إيه؟ الطبيبتان مجتهدتان، المعلمان مخلصان، الشجرتان مثمرتان، البنتان جميلتان. اما اجي اعرب هقول لو احنا هنتكلم على جملة الطبيبتان مخلصتان، يبقى الطبيبتان مبتدأ مرفوع بالالف لانه مثنى، مخلصتان خبر مرفوع بالالف لانه مثنى. نيجي لثالث علامة وهي الواو. الواو بقى بترفع مين؟ بترفع 2، جمع المذكر السالم. طبعا احنا قلنا جمع المذكر السالم سالم ليه؟ لأنه بزيادة واو ونون أو ياء ونون. طيب مين تاني؟ أيوة احنا خدنا الأسماء الخمسة، والأسماء الخمسة ترفع بالإيه؟ بالواو، ترفع بالحروف وليس بالحركات. جمع المذكر السالم أيضا يرفع بالواو. تعالوا نجيب جملة. هنقول إيه؟ الفلاحون نشيطون. اعرب الفلاحون مبتدأ مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. نشيطون مالهم الفلاحون؟ نشيطين، يبقى خبر مرفوع علامة رفع الواو لأنه جمع مذكر سالم. طيب تعالى نجيب جمع مذكر سالم في جملة فعلية. نقول إيه؟ زرع الفلاحون القمح. تمام. احنا متفقين هبدأ بالفعل لا ثني ولا اجمع. هنا الفاعل فين؟ الفلاحون. هقول فاعل مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم. نجيب جملة فيها الأسماء الخمسة. نقول إيه؟ جاء الأب، لا، جاء أبوك من العمل. برافو عليك. الأب لا، جاء أبوك من العمل. طيب تعالى نعرف مين اللي جاء أبوك. يبقى أبوك إيه؟ فاعل مرفوع علامة رفع الواو لأنه من الأسماء الخمسة. اتفقنا؟ يبقى علامات الرفع الأساسية الرفع الأساسية الضمة، الألف والواو. اللي بيرفع بالضمة المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم. اللي بيرفع بالألف المثنى وفقط. اللي بيرفع بالواو جمع المذكر السالم والأسماء الخمسة. نيجي لأهم حاجة بقى، مين اللي بيترفعوا؟ مين هم المرفوع؟ المرفوع المبتدأ 1، 2 الخبر، 3 الفاعل، 4 اسم كان، 5 خبر إن. تمام. اكتبوا لي في التعليقات نموذج لعلامات الإعراب بالرفع الضمة والألف والواو، وما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. ولو فهمت الدرس اكتب لي، وهشوفكم قريبا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.